ازيكم يا اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى ان شاء الله هنقول وداعا لفشل الكيكه. شايفين منظر الكيكه عامله ازاي؟ شايفين لونها ابيض وعامله ازاي زي الاسفنج معانا، بتمط ازاي في ايدي. لو عايزه تعرفي الطريقه شوفي معايا الفيديو الاخر. بس قبل ما تشوفي الفيديو، لو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. يلا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات بتاعتنا بسيطه جدا جدا. معانا كوبايتين ونص دقيق، كوبايه وربع سكر، 5 بيضات، كوبايه الا ربع زيت، وبيكنج باودر وفانيليا. بس كده. وكوبايه زبادي، ولو مش عايزه زبادي ممكن تبدلي الزبادي باللبن. دي المكونات عشان طبعا نحافظ على نجاح الكيكه زي ما قلت لكم، وتطلع ناجحه وهشه زي ما انتم شفتوها في اول الفيديو. اول حاجه البيض بتاعنا يبقى بدرجه حراره الغرفه. يعني ايه؟ يعني بتطلعيه من التلاجة قبلها بكام ساعه، ما يبقاش ساقع. ولو هتستخدمي لبن مش زبادي برضو بتدفي اللبن شويه. لو زبادي بتخليه برضو بره التلاجة. وبالنسبه للدقيق بتنخليه مرتين، مثلا بتنخليه مره في الاول وبعد كده المره التانية لما بتحطيه على على المكونات بتاعتها. اول حاجه بقى بنجيب البيض ونحط عليه الفانيليا ونبدا نضربه. انا اشتغلت بالمضرب اليدوي، ما حبيتش اشتغل بالمضرب الكهربائي عشان ما صعبش الدنيا عليكي. عشان لو ما عندكيش مضرب كهربائي تشتغلي عادي جدا بالمضرب اليدوي. وانا ممكن تستخدمي 3 بيضات بس لو البيض كبير، لكن دوت عشان صغير. هنبدا بقى نشتغل بالمضرب بتاعنا. هو المضرب اليدوي هياخد وقت منك شويه بس مفيش مشكله. بتحطي الفانيليا وتبداي تمزجيهم كده ببعض، وبعدين بنجيب الكوبايه وربع سكر بتوعنا ونبدا نشتغل عليها ونضربها جامد. يعني نشتغل عليها جامد كده بالمضرب. هنفضل نضرب احنا واحنا شغالين كده. هيبدا لونها يفتح معانا، لون البيض بتاعنا هيفتح، هيبقى زي ما انتم شايفين كده. شايفين لونه فاتح ازاي؟ هنجيب بقى كوبايه الزبادي زي ما قلت لكم برده بدرجه حراره الغرفه. ولو مش عايزه تستخدمي زبادي هتحطي مكانها كوبايه حليب، بس هتبقى برده دافيه شويه. نحط بقى الزبادي ونقلب كده برضو لحد ما الزبادي يمتزج مع خليط السكر والفانيليا بتاعتنا. بعد كده بقى هنحط كوبايه الا ربع زيت. هنحط الزيت واحنا شغالين بالمضرب والزيت معانا. طبعا انت على طول شغاله بالمضرب، ايدك ما بتبطلش يعني. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا. انا نخلته مره ودي المره التانية. نخل الدقيق بيساعد على دخول، يعني ان الهواء بيتخلل الكيكايه فبيخليها منفوشه يعني. دي تاني مره انا نخله فيها. هنبدا ننخل الكميه بتاعتنا ونحطها بالتدريج، نقلبها بالتدريج اللي هم كوبايتين ونص. طبعا الطريقه سهله جدا ومريحه، وهتعمليها في 10 دقايق تقريبا. هتعمليها كل يوم يعني عشان تفطروا بيها كل يوم. زي ما قلت لكم بنحط الدقيق بالتدريج ونبدا بقى نقلبه كده. وبعد كده بقى بنحط حوالي نص كيس بيكنج باودر، ما بنحطش الكيس كله. واحنا برضو مستمرين في التقليب. بننزل بقى الجناب الدقيق اللي في الجناب كده. بعد بقى ما قلبنا وهنحط الدقيق كله، بنجيب الصينيه بتاعتنا وبنبطنها. بنحط فيها من تحت شويه سمنه او شويه زيت وعليهم حبه دقيق، وبعدين بنفضها منهم، مش بنسيبهم كده، بنفضها منهم. ونجيب بقى الخليط بتاعنا بعد ما امتزج كله ببعضه ونحطه في الصينيه كده. شايفين؟ دي هتبقى ده الخليط بتاعنا، ده التماسك بتاعه، مش هيبقى يعني تقيل قوي ولا خفيف قوي. وابدا بقى اخبط الصينيه كده على الترابيزه او على الرخامه بتاعتي عشان اطلع منها الهواء. يعني الفها واخبطها كده عشان اطلع منها الهواء. وبعدين احطها في الفرن حوالي ربع ساعه. هطلعها. شايفين ده شكلها؟ هجيب بقى خله او سلاكه او حاجه نحطها فيها. لو حطيناها وطلعناها يعني في كذا اتجاه وطلعناها ما فيهاش عجين، يبقى الكيكه بتاعتنا استوت. شايفين شكلها ولونها عامل ازاي؟ بتتقطع بكل سهوله. هشه جدا، طريه، بيضه من جوه، طعمها جميل قوي قوي. زي ما قلت لك لو مشيتي على الخطوات بتاعتنا والنصايح اللي احنا قلناها في اول الفيديو هتطلعي كيكايه روعه وتاكلوها مع الشاي، والكل في البيت هيحبها. تطلع بكل سهوله، مش هتتلسع منك من تحت. وان شاء الله تعملوها وتعجبكم، وبالهنا والشفا مقدما. ما تنسوش بقى اللايك الجميل بتاعكم للفيديو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولو لسه اول مره تشوفي القناه بتاعتنا اشتركي فيها، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديده.